واش الظلم كيخلق النجاح ولا كيهرس الجناح ويبعد عن الحباب؟ في الثانويه تعرفت انا وصاحبتي على واحد البنت جديده، كانت مجتهده ولكن كانت غير ماشي عاديه. كل مره كنا كنتجمعوا باش نخدموا شي تمرين كتكتب فوق ورقتها بخط غليظ انا كنكره با. بقينا كنشوفوا فيها مصدومين، سولناها علاش هذا العنوان، جاوبتنا بهدوء مخيف باش واحد النهار ما نتخلاش على قرايتي وما نفكرش في الزواج قبل ما نحقق احلامي. قلنا ليها واش باش ننجحوا خصنا نكرهوا؟ تنهتات وجاوبت بمراره حنا البنات عايشين في الدار بحال الدبانه في البطانه، طبسي الواحد والقسمه على جوج، الخبز الحافي للبنات واللحم والبروتينات للولاد. حيت نهار تزادوا قالوا هادو ولاد كنشوفوهم سبوعه خاصهم يقراو وكلمتهم في الدار مسبوعه. وانا نهار تزدت قالوا هادي غير بنت مصيرها تزوج وتبرك في الدار مقموعه. داكشي علاش نهار نكمل قرايتي غنخدم في بلاد بعيده. وفعلا كملت قرايتها مشات لبلاد بعيده، دازو سنين واعوام، مرض باها وشد الفراش. الذكورة اللي كانوا الوالا غابوا وسبقوا الدنيا عليه بلا نقاش، والناس اللي ماشي من دمه هما اللي لقاهم في جنبه. اما البنت اللي كانت مقموعه حن قلبها ورجعت البلاد بلا ميعاد. حيت البنت واخا تقسى عليها تبقى هي الركيزه اللي تعتمد عليها، تجمع جمل خوتها بالعقل والتدبير وتصون والديها بالقلب الكبير. وجودها في الدار نعمه كبيره، الله يحفظها وينور ليها البصيره. وانتوما واش متفقين معايا بان التمييز ما بين الخوت كيدمر الدار؟ شاركوني آراءكم وقصصكم في التعاليق. كانت معكم فاطمه امان، نتلاقاو في فيديو جديد باذن الرحمن.